كم مرة جلست أمام مكتبك وأنت تنوي الإنجاز، لكنك تجد نفسك تائها بين إشعارات الهاتف أو تتصفح مواقع التواصل بلا هدف؟ تبدأ اليوم بحماس، ثم يضيع الوقت بين المهام الصغيرة والتسويف. هذا المشهد مألوف للجميع، فالعصر الرقمي مليء بالمشتتات التي تسرق انتباهنا وتمنعنا من الوصول لأفضل حالاتنا الذهنية. لكن هناك حالة ذهنية مختلفة تماما، حالة يصبح فيها كل شيء ممكنا. إنها حالة التدفق. فجأة، وسط الضوضاء والتشتت، يحدث شيء مختلف. تضع الهاتف جانبا، تأخذ نفسا عميقا، وتبدأ في التركيز على مهمة واحدة فقط. تشعر وكأن العالم من حولك يختفي تدريجيا، ويصبح كل ما يهم هو اللحظة الحالية والعمل الذي بين يديك. هذه اللحظة هي بداية الدخول في حالة التدفق، حيث يتحول الذهن من التشتت إلى التركيز العميق. حالة التدفق هي تلك اللحظة التي تندمج فيها مع المهمة التي تقوم بها، وتفقد الإحساس بالوقت، وتعمل بأقصى قدراتك الذهنية والجسدية. يشعر البعض أن التدفق يأتي صدفة أو بإلهام مفاجئ، لكنه في الحقيقة مهارة ذهنية يمكن لأي شخص أن يتعلمها ويتقنها. الرياضيون الكبار، رواد الأعمال، والفنانون العظماء جميعهم يستخدمون هذه الحالة للوصول إلى قمم الإبداع والإنجاز. في حالة التدفق يتحول الإنسان إلى آلة في الإنتاجية وفنان في الإبداع. ترى الرياضي يركض وكأن الزمن توقف، أو الكاتب يكتب بلا توقف، أو المبرمج يبتكر حلولا عبقرية. كل حركة، كل فكرة تأتي بسلاسة وانسيابية. لا مكان للشك أو التردد، فقط تركيز كامل وإحساس عميق بالإنجاز. الكثير يظن أن التدفق يأتي بالحظ أو الإلهام، لكن الحقيقة أن هذه الحالة يمكن صناعتها وتكرارها. التدفق ليس موهبة فطرية، بل هو مهارة عقلية يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. كل شخص قادر على الدخول في التدفق إذا عرف الخطوات الصحيحة وطبقها بانتظام. أول خطوة للدخول في حالة التدفق هي طقس الدخول. ابدأ بتنظيم مكان عملك، تخلص من الفوضى، ورتب مكتبك. خذ نفسا عميقا عدة مرات، مارس بعض التمددات الخفيفة. هذه الطقوس البسيطة ترسل إشارة لعقلك بأن وقت التركيز قد حان، وتساعدك على الانتقال من حالة التشتت إلى حالة الاستعداد الذهني. لا تبدأ العمل وأنت تحمل هم الإنجاز الكامل دفعة واحدة. ابدأ فقط ب10 دقائق من التركيز على مهمة واحدة. هذه البداية السهلة تزيل رهبة البداية وتمنحك دفعة نفسية. غالبا ما تجد نفسك بعد 10 دقائق مستمرا في العمل دون أن تشعر، وقد دخلت تدريجيا في حالة التدفق. المشتتات هي العدو الأول للتدفق. أغلق إشعارات الهاتف، استخدم سماعات عازلة للصوت أو موسيقى هادئة، وأبعد كل ما يمكن أن يقطع تركيزك. كلما قللت من المشتتات الخارجية، زادت فرصتك في الدخول بعمق في المهمة التي تعمل عليها. حدد هدفا واحدا وواضحا لكل جلسة عمل. لا تشتت نفسك بين عدة مهام. عندما يكون لديك هدف محدد، يعرف عقلك بالضبط ما يجب عليه فعله، ويصبح الدخول في حالة التدفق أسهل وأسرع. الهدف الواضح هو بوابة التركيز العميق. من أكبر أعداء التدفق هو التفكير الزائد. عندما تبدأ في تحليل كل خطوة أو القلق من النتائج، يخرج عقلك من اللحظة الحالية ويضيع التركيز. الحل هو أن تثق في نفسك وتسمح للأفكار أن تتدفق دون مقاومة أو نقد مستمر. الكمالية أو السعي للكمال يقتل التدفق. عندما تركز على أن يكون كل شيء مثاليا من البداية، تتوقف عن العمل وتبدأ في التردد. التدفق
يحتاج إلى حرية التجربة والخطأ، وليس إلى المثالية المطلقة. النوم الجيد هو وقود العقل. إذا كنت تعاني من قلة النوم، يصبح من الصعب جدا الدخول في حالة التدفق. احرص على النوم الكافي، فهو أساس التركيز والإبداع والطاقة الذهنية. ما تأكله يؤثر مباشرة على قدرتك الذهنية. التغذية السيئة تسبب الخمول وضعف التركيز. تناول وجبات صحية ومتوازنة، واشرب الماء بانتظام. العقل السليم في الجسم السليم، وهذه قاعدة أساسية للدخول في التدفق. انظروا إلى الرياضيين في لحظة المنافسة، أو الفنانين أثناء الرسم، أو رواد الأعمال في ساعات العمل الطويلة. جميعهم يدخلون في حالة التدفق ليحققوا نتائج استثنائية. التدفق هو سر الإنجاز العظيم في كل مجال. ليس عليك أن تكون رياضياً أو فناناً لتدخل في التدفق. يمكنك استخدام هذه الحالة في الدراسة، العمل، أو حتى في الأعمال المنزلية. كل مهمة يمكن أن تتحول إلى تجربة عميقة إذا طبقت خطوات التدفق. في التدفق تخرج أفضل الأفكار وأكثر الحلول ابتكاراً. العقل يصبح أكثر مرونة، وتظهر الإبداعات التي لم تتخيلها من قبل. التدفق هو بوابة الإبداع الحقيقي، حيث تلتقي الخبرة مع الخيال. عندما تدخل في التدفق، تنجز في ساعة ما قد يستغرق منك يوما كاملا في الظروف العادية. الإنتاجية ترتفع بشكل مذهل، وتشعر بالرضا العميق عن نفسك. كل دقيقة في التدفق تساوي ساعات من العمل المشتت. كلما دخلت في حالة التدفق أكثر، زادت ثقتك بنفسك وبقدراتك. تبدأ في رؤية نتائج حقيقية، وتدرك أنك قادر على تحقيق ما كنت تظنه مستحيلا. التدفق يبني شخصية قوية وواثقة. التدفق ليس هروبا من الواقع أو تجاهلا للمشاكل، بل هو مواجهة حقيقية مع التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور. في التدفق تتعلم كيف تسيطر على انتباهك وتوجه طاقتك نحو ما يهم حقا. التدفق ليس هدية من السماء، بل هو سلاح سري في يد كل من يتقنه. إذا تعلمت كيف تدخل في حالة التدفق متى شئت، ستفتح أمامك أبواب النجاح والإبداع بلا حدود. التدفق هو مفتاحك للتميز في كل مجال. في النهاية، التدفق ليس حلما بعيدا أو حالة نادرة، هو قوة كامنة بداخلك تنتظر أن تكتشفها وتستخدمها. إذا التزمت بالخطوات وتجنبت أعداء التدفق، ستصل إلى أعلى مستويات الإبداع والإنتاجية. التدفق ليس هدية، بل هو سلاحك لتحقيق النجاح الحقيقي.